أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك الزهرة سيدتي نساء العالمين، وأم الحسن والحسين، المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمظلومة جهرا. صلى الله عليك يا مولاتي وعلى أبنائك المعصومين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. عطر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. من أهم الموضوعات في الفكر الإسلامي وفي المفهوم الإسلامي مبدأ التولي والتبري. هذا أخواني يعتبر من أخطر المسائل والموضوعات التي يذكرها علماؤنا في علم الكلام. قضية مهمة وقضية خطيرة، باعتبار أخواني الإنسان لا يكفي حينما يتوجه في مسيرته التكاملية إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمل في قلبه الحب والعاطفة الإيمانية فقط، أن يكون في قلبه الحب تجاه أولياء الله تعالى، أن يحمل العاطفة تجاه الصالحين فقط، بل لا بد أن يكون قلبه وعاء طاهرا لا يوجد فيه أي موالاة للظالمين للجائرين. أن يكون في قلب الإنسان الحب لأولياء الله تعالى والحب لأعداء الله تعالى. هذا معناه أن هذا القلب فيه خلل، إما أن يكون قلبا طاهرا بكله أو يكون قلبا ملوثا ومنحرفا. كل عقيدة تحترم نفسها لابد أن تحمي نفسها من الأغيار. إذا لقيت لك عقيدة لا تحمي نفسها، لا تصون نفسها مما يميزها، هذه العقيدة عقيدة فيها خلل كبير جدا. أكو بعض العقائد ما عندها مانع أن تتوافق أو أن تنسجم مع العقائد التي تخالفها، مثل الفكر الليبرالي. الفكر الليبرالي يقول لك ما عندي مانع، شو تريد تصير صير أنت، على أي دين، على أي ملة، على أي عقيدة، ما عندي مانع، أنا أتقبل الجميع. ولذلك هذه من باب التسامح نحن نسميها عقيدة، وإنما هي قضية أشبه ما يكون بقضية نفعية براغماتية، لأن هدفهم الدنيا ومصالح الدنيا والأموال. ويقول لك ما دام احنا هدفنا المال والربح المالي، كيفما كنت كيفما اتجهت ما عندي مانع. أما العقيدة اللي تحترم نفسها دائما تصون نفسها من العقائد التي تتناقض وتتعارض وتتنافر معها.
ولهذا نجد أن عقيدة أو فكرة أو مبدأ التولي والتبري أخذت عمقا كبيرا جدا في المفهوم الإسلامي وفي الفكر الإسلامي. ولذلك إحنا عندنا من أهم أركان فروع الدين، فروع الدين فروع كثيرة من قبيل الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. من أهم فروع الدين هو التولي والتبري، واجب شرعا. بعض العلماء يذهب ويقول هي في مصاف أصول الدين ومن فروع الأصول، لكن السائد والمشهور أنها تذكر في ضمن فروع الدين التي لا بد للإنسان أن يتحلى بها. كما أنه يجب عليك أن تصلي، أن تصوم، كذلك يجب عليك أن تتحلى بمبدأ موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. إذا لقيت لك إنسان يصلي يصوم لكن هذا قلبه قلب واسع، يجمع بين الحسين وبين يزيد، أو يجمع بين علي ومعاوية، اعلم بأن هذا ليس من الدين في شيء. ليش؟ لأن هذا حال اللي ما يصلي، حال اللي ما يصوم. قلب الإنسان لا بد أن يكون وعاء طاهر، لا يمكن أن يخلط بين النور والظلمة، ولا يمكن أن يجمع بين الحق والباطل. ولذلك أكدت الروايات والآيات القرآنية اللي تأكد على هذا المعنى عشرات الآيات القرآنية التي تؤكد على مبدأ التولي والتبري. أنت الآن إذا تريد تقرأ القرآن، قبل أن تقرأ القرآن عليك أن تدخل في دائرة التبري. فإذا قرأت القرآن شو تسوي؟ أحسنتم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي فاستعذ بالله، هاي عملية تبري، أنك تتبرأ من الشيطان. لا يمكن أن تتحلى بالإيمان وأن تستمع إلى صوت الله تعالى ما لم تتبرأ من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. طبعا البعض يقرأ هذه الآية لكن ايش يصور احنا من نريد نلزم القرآن الكريم قبل ما نقرأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم شو نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، مو معناها الآية هيجي. صحيح يعني زين مستحب من المناسب قبل أن تقرأ القرآن أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية ما تريد تقول أول ما تقرأ القرآن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، تقول فإذا قرأت، مو أول ما قرأت قل، ولما تدخل بالصفحة الثانية والثالثة تنسى الشيطان. لا، في كل آية تريد أن تقرأها عليك أن تستحضر في قلبك الاستعاذة بالله والتبرؤ والانقطاع عن الشيطان الرجيم. لأن الآية تقول فإذا قرأت، يعني ما دام أنت مداوم ومستمر بالقراءة. لأن أنت الآن لما تريد تقرأ القرآن كأن الله يخاطبك، يكلمك، يتحدث معك. أحد الأولياء يقولون هذا كان ساكن في بيته ما يطلع أبد، فقالوا له تشمعنا قاعد ببيتك أبد ما تطلع، ما تروح مع الناس، تروح لك سفرة ونسة. قال لهم أنا في بيتي أكلم الله والله يكلمني. قالوا له وين؟ قال إذا أردت أن يكلمني الله قرأت القرآن. يعني هو القرآن شنو؟ هو كلام الله. من تقرأ القرآن كأن الله يكلمك. وإذا أردت أن أكلم الله وأناجيه أصلي وأدعو. فأنا الله يكلمني وأنا أكلمه. زين أنت الشيطان من يشوفك بهاي الحالة ما راح يتركك. الشيطان يحوم حول قلب بني آدم، من يشوفك تريد تتكلم أو أن الله يكلمك سوف يحوم حول قلبك. وعدنا بالرواية إن الشياطين على قلب ابن آدم أكثر من الزنابير على اللحم. هكذا دول كلهم يتجمعون. ماذا تفعل؟ عليك أن تتبرأ وأن تنقطع وتبتعد وتنفر منه. ولذلك القرآن الكريم يقول لك ما دام تقرأ القرآن الكريم لابد أن تستحضر في قلبك دائما الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان. شنو معنى كلمة أعوذ؟ كلمة أعوذ يعني ألتجئ، ألتصق. العرب عندهم مثل يقولون أطيب اللحم أعوذه بالعظم. يقولون اللحم الطيب يا هو الملتصق بالعظم، أطيب اللحم أعوذه بالعظم. فأنا لما أقول أعوذ بالله كأنني ألتصق بمن؟ بالله. ليش؟ ابتعادا عن الشيطان الرجيم.
تقرأ سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وآتيناك القرآن عظيم وسبعا من المثاني والقرآن العظيم. أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، مؤلفة من 7 آيات. آيتين من هذه الآيات ال7 قائمة على أساس التولي والتبري. وين؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذا تولي. إلهي أريدك تهديني على الطريق، لكن يا طريق، يقول طريق الذين منو أنعمت عليهم، على طريق الصالحين الأبرار الأخيار اللي ما يشيلون في قلبهم حقد، اللي ما عندهم وحشية في التعامل مع الآخرين. اهدنا الصراط المستقيم، هذا التولي. التبري شنو؟ غير المغضوب، هذا تولي وهذا تبري. طبعا على هذا الأساس آيات كثيرة كما ذكرت لكم، روايات عديدة أكدت على قضية التولي والتبري. هسه أنا هذا الموضوع ليش طرحه بهاي الليالي، ليالي الفاطمية؟ باعتبار إخواني أعظم رمز في التاريخ الإسلامي وفي عقيدتنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت وشيعة العترة الطاهرة فاطمة الزهراء. أعظم رمز للتولي والتبري هي فاطمة الزهراء عليها السلام، وصرحت بموقفها تجاه تلك الحالة التي قامت بعد رسول الله وغصبت الخلافة من أهل البيت عليهم السلام. لكن مواقف الناس إخواني تختلف في مسألة التولي والتبري. مو كل الناس ولا كل المسلمين على نسق واحد وعلى طريق واحد. الناس يختلفون، لأن من أشد الأمور اللي فرضت على الإنسان المؤمن هو مبدأ التولي والتبري. في كثير من الأحيان مبدأ التولي والتبري يخلي الإنسان في موقف حرج. أنا رايح إلى بعض الدول ألقى لي بعض المؤمنين في مسألة التولي يوالون أهل البيت، لكن في مسألة التبري لا، يضعفون كثيرا. فأقول لهم ليش؟ يقول لي شيخنا مصالحنا تنظروا. هسه مرة واحد يمارس عملية التقية والمداراة هذا بحث، لكن مرة واحد يعتقد قلبا يعتقد أنه لا، مو الصورة هاي اللي يصوروها البعض وهيك المشكلة كبيرة. فالمواقف تختلف، بعض المؤمنين يضعف، بعض المؤمنين يقول أنا ما يخالف أصير من الأخيار بس مو من الضروري أعادي الأشرار. لا، هذا يصير حال ذولاك اللي هم مذبذبين لا إلى هؤلاء. وهاي صفة من صفة المنافقين كما يذكرهم القرآن الكريم. اللي يكون من الأخيار من الطبيعي ويتوقع لازم راح يعاديه من الأشرار. من الطبيعي، هي ضريبة أن تكون من الأخيار أن يعاديك الأشرار. هو هذا معنى البلاء الذي يصاب به المؤمنون. البلاء الذي يصاب به المؤمنون هو هذا. من تكون من الأخيار طبيعي أنت راح يعاديك الأشرار. أما تريد جميع الناس، إذا شفت لك واحد كل الناس راضين عليه، الأبيض والأسود الأخضر والأحمر، هذا اغسل يدك من عنده، هذا عنده صفة نفاق. لأن إذا كان من الأخيار عاداه الأشرار، إذا كان من الأشرار عاداه الأخيار. أما واحد تعبيرنا مثل الطماطة يرهم وياها كلها، هذا عنده مشكلة كبيرة جدا. هذا فيه سمة من سمات النفاق والمنافقين. بالتالي أتطرق إلى هذا المعنى لأجل هذه القضية. بعض الناس في مسألة الموقف تجاه قضية التولي والتبري عنده أشبه ما يكون بموقف محايد. يقول لك أنا محايد، يعني أنا هاي الخطوط كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، ما عندي موقف ضدي تجاه أي ديانة، تجاه أي مذهب، تجاه أي مسار. ويعتقد أن كل هذه المسارات هي موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. شيعي موالي لأهل البيت يقول لي هذا الطريق يوصلك إلى الله. زين، ذاك الخارجي، ذاك المنافق، ذاك اللي كان مع جيش عمر بن سعد، هذاك البوذي، هذاك السيخي، هذاك الهندوسي، يقول ذولا أيضا يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. ما عنده مشكلة مع كل هذه المسارات والسبل والطرق، يقول كلها تؤدي إلى الله. يعني يسقط الحدود الموجودة بين الحق والباطل. طبعا هذه الفكرة إلها دعاة وإلها ناس يناصروها. لعله أبرز شخصية موجودة اليوم في وقتنا الحالي هو المفكر الإيراني عبد الكريم سروش. عبد الكريم سروش هو الآن ساكن في أمريكا، عنده كتابات كثيرة
ويدعو إلى هذه الفكرة، عملية إسقاط الحدود بين الحق والباطل. عنده كتاب مؤلفه بالفارسي وسوى ضجة كبيرة جدا، جدل كبير جدا بالفارسي، اسمه صراط هاي مستقيم، بالترجمة العربية الصرط. الصرط يعني جمع صراط، الصرط المستقيمة. يقول ماكو صراط مستقيم واحد، هاي من تقولون صراط مستقيم واحد ماكو شيء، يقول اكو صرط مستقيمة. البوذي إلى صراطه الذي يمضي به إلى الله، الهندوسي أيضا له صراطه، وذولا كلهم يقول مرضيين عند الله سبحانه وتعالى. فأنت ليش تريد تحتكر الحقيقة وتقول فقط أني على حق وغيري على باطل؟ يقول هذا فدلون احنا لابد أن نترفع عنه. يقول كل هذه الديانات وإن كانت ديانات وضعية وإن كانت ديانات وثنية، هذه كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد حتى بعض المعممين عندنا من بعض الأساتذة للأسف الشديد تأثروا بأفكار عبد الكريم سروش واعتقدوا بفكرته ودعوا إليها من خلال محاضراتهم، من خلال كتبهم. مع العلم احنا مراجعة بسيطة للقرآن الكريم، القرآن الكريم ما يقول عندنا صراط أو صراطات، يقول اهدنا صراط لو صرط، يقول صراط. والصراط شنو؟ واحد لو متعدد؟ واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. ليش قال الظلمات جمع والنور جابه بالمفرد؟ ما قال يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار. الظلمات من عبر عنها القرآن الكريم شو استعمل؟ استعمل صيغة الجمع، ما قال يخرجهم من الظلمة إلى النور، قال من الظلمات إلى النور. هسه ليش ما قال من الظلمات إلى الأنوار؟ يقول لا، مو الظلمات والطرق المنحرفة طرق كثيرة، طريق الفساد مو طريق واحد، الفساد طرق متعددة منحرفة، لكن الطريق الذي يوصل إلى الله نور واحد غير متعدد. ولذلك القرآن الكريم من يستعمل مفردة الظلمة يستعملها بالجمع، يقول هناك ظلمات، وهي ظلمات لا توصل إلى الله، لكن الصراط المستقيم هو نور واحد غير متعدد. هسه واحد يقول لي شيخنا مو عندنا آية ثانية تقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ ما قال سبيل واحد، قال سبلنا. شنو معنى هذا؟ هذا مو معناه يعني الصراط صار متعدد، لا، المقصود أن السير على الصراط المستقيم إلى عدة كيفيات. يعني الجهاد في سبيل الله، من تروح تقاتل أعداء الله، هاي في سبيل الله، هذا سبيل. يعني أنا أريد أمشي على الصراط المستقيم، بس شلون أمشي على الصراط المستقيم؟ أنا أمتلك قوة وأمتلك طاقة، فأنا لما أريد أمشي على الصراط المستقيم من خلال سبيل الجهاد، هذا سبيل. واحد ثاني يقول لك والله أنا أخاف من القتال والجهاد وما أدبرها. شلون حسان بن ثابت؟ حسان بن ثابت كان بالمعركة مال أحد مال بدر يختلي من النسوان، يقول ما أدبرها، أنا قضية قتال ومحاربة ما أدبرها. واحد يقول لك والله أنا ما أدبر قضية قتال وإصابات لا ما أريد هيك شيء، بس أنا غني، أنا غني وعندي إمكانية، فشلون يعني الله قطع علي الطريق ما يخليني أمشي على الصراط المستقيم؟ يقول لك لا، إذا ما دبرتها بالجهاد عندك سبيل آخر، يا سبيل الصدقة على الفقراء. ما وصلت إلى الجنة من خلال الجهاد في سبيل الله، أنا راح أفتح لك درب آخر تمشي به على الصراط المستقيم من خلال الإنفاق. واحد يقول لك والله أنا لا عندي قوة أقاتل أو لا عندي قوة أو أموال أتصدق، يقول لك تعالي من خلال الصلاة، تعالي من خلال الصيام، تعالي من خلال، هاي كلها هي السبل. يعني أنت تمشي على الصراط المستقيم وهو صراط واحد لكن بكيفيات متعددة. يعني مثل ما تروح لبيتك وبيتك إلى طريق واحد، مرة تروح لبيتك من خلال السيارة، مرة تروح له من خلال الباص، مرة تروح له مشي، مرة تروح له هرولة. ولذلك الكيفية التي تمشي بها على الصراط تختلف. المجاهد في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله بالطبع يصل بشكل أسرع، اللي يقرأ القرآن ويتصدق يصل بشكل آخر. أي والذين آمنوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مو تريد تقول الصراط متعدد،
والقرآن قاعد يأكد يقول لنهدينهم سبلنا، مو سبل البوذيين ولا سبل الهندوس. أساسا البوذيين لا يعتقدون بوجود الله. الله يقول أنا مطيكم سبل وطرق وكيفيات وآليات للسير على الصراط المستقيم. إذا هاي السبل ما منسوبة إلى الله تعالى هذه ما لها كل شرعية. ولذلك شو يقول القرآن؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لكن السبل اللي أنا أخليها لكم سبلنا لا، هي تختلف. بالتالي الصراط واحد، الطريق واحد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فأصحاب هذه الفكرة قالوا كل هذه الديانات الوضعية المخالفين إن اللي يمشون وراء معاوية، اللي يمشون وراء يزيد، اللي يمشون وراء الحسين، هذول كلهم سوف يصلون إلى الله تعالى في نهاية المطاف. طبعا هذا عبد الكريم سروش منين أخذ هذه الفكرة؟ هذه الفكرة أخذها من ابن عربي. ابن عربي الرجل الصوفي المعروف صاحب كتاب الفتوحات، صاحب كتاب فصوص الحكم، هو أول من أسس لهذه الفكرة. قال كل الناس على اختلافها كلهم ذولا الله راضي عنهم، زين حتى اللي يعبد الأصنام، قال حتى اللي يعبد الأصنام، قال لي ذولا في حقيقتهم كلهم يعبدون الله، لكن صار عندهم خلل. وين صار عندهم خلل؟ في تشخيص مصداق الإله. وقال كلهم ذولا الله بالتالي راح يرضى عنهم ويدخلهم بالجنة. لو كانت القضية هيك الله سبحانه وتعالى ما ضحى بالأنبياء والرسل والمعصومين لأجل نبذ الأوثان. ولذلك هو في أبيات الشعرية شو يقول لقد كان قلبي قبل هذا اليوم ينكر صاحبي، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. يقول أنا سابقا كنت أتخذ موقف سلبي تجاه كل واحد ما يتوافق مع عقيدتي. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان، نعم، وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يقول أنا سابقا كنت أتخذ مواقف سلبية تجاه الديانات والعقائد المنحرفة، يقول لا اليوم أنا تغيرت، صار قلبي يقبل حتى الذي يعبد الوثن، حتى هذا اليهودي الذي يسفك دماء الأبرياء أنا هم مستعد أتقبله، وهكذا. طبعا هذا خلاف القرآن الكريم وخلاف الضرورة القرآنية تماما. الموقف الآخر اللي نشوفه أيضا في بعض الناس في مسألة التولي والتبري يتخذ موقف آخر، يتقدم خطوة، يقول أنا نعم أنا أوالي أولياء الله، أنا مو محايد، أنا مسألة محايد لا أنا أوالي أولياء الله، لكن بنفس الوقت لا أتبرأ من أعداء الله. ما أتبرأ من أعداء الله هاي أنا ما أدبرها. أي أكو بعض الناس يتبنون هذا الموقف، لعله أكثرية المسلمين اليوم وخصوصا من المذاهب الدينية الأخرى هذا موقفهم. يقول لك احنا ما عندنا مشكلة، احنا نحب علي بن أبي طالب، بس بنفس الوقت نحب معاوية أيضا. أدري معاوية قاتل علي بن أبي طالب وسفك دماء المسلمين، يقول لي ما يخالف، أنا أوالي علي ولا أتبرأ. يعني بتعبيره مثل ذاك اللي لقوا يبكي على قبر حجر بن عدي، ليش تبكي؟ قال لأنه هذا الله راضي عنه، حجر رضي الله عنه قتله معاوية رضي الله عنه لأنه أمره بلعن علي رضي الله عنه، كلهم رضي الله عنهم، فأنا أوالي هذا وأوالي ذاك. أكو بعض الناس هكذا يقول لك أوالي أولياء الله ولا أعادي أعداء الله. طبعا جاء واحد في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين، هاي يرويها الشيخ المجلسي في البحار، قال له يا أمير المؤمنين أنا أحبك وأحب فلانا وفلانا. الشيخ المجلسي بين قوسين يقول سمى له بعض أعدائه، ما ذكر الأسماء منه ما ذكرهم حتى لا يسوي لنا مشكلة. قال له أنا أحبك يا أمير المؤمنين بس في نفس الوقت أحب فلان وفلان. فايش قال له أمير المؤمنين؟ قال له لقد أصبحت أعورا، أنت الآن أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر، ما تريد تجمع
حبي في قلبك وحب أعدائي في قلبك، أنت الآن قاعد تشوفه بعين واحدة، لو تعمى فرد نوب لو تفتح عيونك اثنينات هكذا. فأهل البيت عليهم السلام كان لهم موقف شديد جدا ضد أولئك الذين يحاولون أن يتولوهم ولا يتبرؤون من أعدائهم. أيضا في يوم من الأيام واحد ذكر عند الإمام الصادق قال له: يا ابن رسول الله إن فلانا يواليكم ولكن يضعف في البراءة من أعدائكم، ما يتبرأ من أعدائكم أو يضعف قليلا، بس تشوفه ذكر واحد يذكر فلان أو علان قال لك يا معود لا جيب لنا طاري هذول من الصحابة ومن الأخيار، هسه شلون إحنا أحسن من عندهم؟ أكو هكذا يتكلمون. فالإمام ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: كذب من ادعى حبنا ولا يتبرأ من عدونا. يقول هذا كذاب، لا يمكن أن تجمع بين الحسين وبين أعداء الحسين، بين علي وبين أعداء علي. الموقف الثالث إخواني هو الذي يرتكز على أرض صلبة، وهذا هو موقف المؤمنين، موقف شيعة أمير المؤمنين، أنهم يوالون أولياء الله. وشنو معنى يوالون أولياء؟ يحبونهم، ينصرونهم، يلتجئون إليهم، يطيعونهم. هذا مقصود من مسألة التولي، يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله. موقفهم موقف حازم. هسه تقول لي يعني إذا كان الموقف حازم يعني نقوم نصيح وين ما كان، يعني نطلع على الفضائيات ونقول فلان لعنة الله عليه. لا، مو هيك القضية. إحنا عندنا مجال واسع في مسألة التقية المداراتية، لأن شوفون بعض الحمقى المحسوبين على المذهب يتصور أنها شجاعة أو بطولة إذا صعد في أماكن معينة أو في بعض الفضائيات. ترى هي مو شجاعة. أنا الآن أقدر أطلع على أي فضائية وألعن وأخبطها خبط، بس هاي مو شجاعة. أنا كنت أشوف أن الكلمة حينما أصرح بها شنو النتائج المترتبة عليها. أهل البيت أشد الناس براءة من الأعداء، من أعداء الله، لكن لهم مواقف أحيانا تعبير علماءنا علماء الفقه يقول تطرأ عناوين ثانوية لعله تمنع الإنسان من أن يصرح بعقيدته. لأن أنا إذا تكلمت بكلمة وأنا في مشرق الأرض وهاي كلمتي أثرت على شيعي وموالي في مغرب الأرض، الله سبحانه وتعالى راح يحاسبني عليها. هاي القضية لابد أن تلحظ. تقول لي يعني إحنا نتبرأ من أعداء الله ونتبرأ من المخالفين، يعني نتبرأ منهم حتى على المستوى الإنساني. يعني هذا مثلا مخالف مو من مذهبي، يعني شلون أقطع عليه المي والكهرباء، أشيل لي سيف وأذبح رأسه؟ لا، مو هيك إخواني. أكو فرق. هو هذا لعله السبب اللي خلى عبد الكريم سروش وبعض من تأثر به أنه الأمور اختلطت عليهم. يعني أنا لما أقول لك أن تتبرأ من أعداء الله مو بالضرورة أقول لك الزم لك سيف وذبح المخالفين، لا، مو هذا القصد أبدا. ولا أقول لك امتنع عن العمل الإنساني. شو يقول القرآن الكريم؟ يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. يقول حتى إذا كان هو طالع من الطريق، أفرض كافر، أفرض مخالف لك في المذهب، يقول هذا ماكو مانع إذا هو مو معادي مو محارب لك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أشوف لي واحد مخالف مو من ديني مو من مذهبي، يمنع هذا أنا مثلا أن أدعمه، مثلا أن أحسن إليه، وقولوا للناس حسنا. استعمل الكلمة الطيبة بس مو أستعمل الموالاة القلبية. الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يصل إلى كربلاء ألم يسقي أعداءه الماء؟ مو أطل الجيش اللي إجا مع الحر بن يزيد الرياحي سقاهم الماء؟ لو ما سقاهم الماء سقاهم الماء. عمل إنساني. بس هذا مو معنى أن الإمام الحسين كان يحمل في قلبه حبا لهم. أمير المؤمنين في معركة صفين ألم يفرج لجيش معاوية عن الفرات حتى يشربوا الماء؟ رسول الله ما كان يحسن حتى للكافرين. فهاي الفكرة اللي خلت البعض يتصور لما احنا نريد نرفع شعار التبري من أعداء الله الصورة كود نذبح العالم، ما دام هو مخالف إلي كود أنا أروح أذب. لا، مو هيك القضية. لا، العمل الإنساني إلى مكانه، والموالاة والمعاداة أيضا إلهن مكانهن في قلب
الإنسان. أو البعض يصور إذا احنا قلنا الآخرين ضالين ولا بد أن نعاديهم، يصور احنا هذول كلهم نعتقد بأنهم سوف يدخلون في نار جهنم. لا، القضية أموج. أنا أذكر في يوم أحد الإخوة اتصل بي من المؤمنين وقال لي أكو شاب ملحد عندنا جاي بالبيت وهذا عنده إشكالات وشبهات، فيا ريت شيخنا تمر علينا. فرحت، قاعد شاب عمره تقريبا 25 26 سنة ومثقف وواعي، تارك الصلاة، ويقول لي أنا صرت ملحد. قلت له ليه صرت ملحد؟ قال والله شيخنا أنا صرت ملحد لأنه الدين مالنا يقول كل الناس راح يطبوا بنار جهنم بس إحنا نطب بالجنة. قال له أنا هيك إله ما أقدر أعتقد به، هذا الإله اللي يطب بهاي العالم كلها بالنار، وهاي الأطفال والعجائز والنسوان والصغير والكبير وبس إحنا يطبوا بنار. قال هيك إله ما أقدر أؤمن به. قلت له منو قال لك هذا الحكي؟ منو قال لك نحن نعتقد أن هؤلاء الناس كلهم راح يطبون بنار جهنم؟ أبدا، ما نعتقد بهذه العقيدة. لعله أكثرية الناس سوف يدخلون الجنة برحمة الله تعالى. إن الله يرحم عباده يوم القيامة رحمة يتطاول إليها إبليس رجاء. ثانيا احنا نعتقد أن هناك مستضعفين. شنو مستضعف؟ المستضعف يعني الذي لم تقم عليه الحجة. افرض هذا اللي عايش في مجاهيل أفريقيا، في الأسكيمو، أو حتى لو في بلداننا، والحجة لم تقم عليه بشكل واضح وصريح، ما مبينه، لأن الشبهات معشعش راسه بالشبهات وجماعته مضيعين عليه الطريق. زين دول شلون الله يتعامل معاهم؟ دول يذبهم نار جهنم؟ لا أبدا. عندنا بالروايات أن هؤلاء يفتح لهم دور ثاني. لهم شلون عندنا ذول اللي يرسمون بالدور الأول، يرسم بالدور الأول يطوا دور ثاني أيضا، وآخرون مرجون لأمر الله، إما أن يعذبهم أو يتوب عليهم. يقول آخرون، أكو ذولا مؤجلين. عندنا بالروايات الأطفال، نعم، الضالين عن الطريق ولم تتضح لهم الحجة، البل، المجانين، هذول المستضعفين يفتح لهم دور ثاني ويمتحنون يوم القيامة. وروايات عندنا مو واحدة واثنين أن الله سوف يمتحنهم يوم القيامة، وإلا الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لابد الحجة قائمة، لابد أن تكون هناك حجة. بعض الناس ضاعت عليه الحجة، ولا موجود إمام ولا موجود نبي، والحجة ما واضحة بالنسبة له، وأكثرية الناس هكذا. الله يقيم عليهم الحجة يوم القيامة. فمن نجح في ذلك الامتحان والاختبار الله سبحانه وتعالى ما عنده مشكلة مع الناس. البعض تصور أنه إذا تبرأنا من الناس ونادينا بالتبري من الأعداء ومن المخالفين معنى ذلك أن هاي العالم كله طب بنار جهنم. لا مولانا، بس معنى أن الإنسان يكون ضال والحجة لم تقم عليه مو معناها أنا أقول عليه خير وطريقك طريق صحيح. أن يكون الإنسان ضال هذا ما يمنعني أن أقول له أنت عقيدتك باطلة، حتى لو الله سبحانه وتعالى باكر عقبه يطببه بالجنة. هذا بحث وهذا بحث آخر، لازم ما يصير خلط بيناتهم. وفرض ضال ولم تقم عليه الحجة، شلون أسكت عنه؟ أقول يا بعقيدتك هم صحيحة مثلي؟ لا، أقول له أنت رجال ضال، أنت ما قاعد تمشي على الطريق الصحيح. يجوز الله يطببه بالجنة، هذا بحث ما له علاقة بياني. أنا ما قاعد أحكي على الجنة والنار، أنا قاعد أحكي هل الطريق الذي تمضي عليه طريق حق أو طريق باطل. أن يكون بعض الناس ضالين لعدم قيام الحجة عليهم، هذا ما يمنعني أنا أقول له أنت طريقك اللي قاعد تمشي عليه طريق باطل. على كل حال، أعظم رمز عندنا في الإسلام هي فاطمة الزهراء عليها السلام. أخواني، فاطمة الزهراء تميزت حتى عن بقية الأئمة في مسألة إبراز وتجلي ظاهرة التبري من أعداء الله، لأنه أهل البيت الأئمة أخواني أدوارهم تختلف. يعني المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتق الزهراء تختلف عن المسؤولية والمهمة الملقاة على أمير المؤمنين. الأنبياء تختلف أحيانا أدوارهم، مع العلم هدفهم واحد. أمير المؤمنين ما كان يقدر يقف موقف الزهراء بذلك الوضوح وتلك الصراحة، وهذا الأئمة صرحوا به. قال لو وقف أمير المؤمنين ذلك الموقف كان الدين كله انتهى. بس الزهراء كان عندها سعة، تعبيرنا مندوحة، أن تقف ذلك الموقف. أمير المؤمنين عنده تكليف آخر، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين.
أما الزهراء عليه السلام كان موقفها ووظيفتها ومهمتها تختلف، ولذلك صرحت بكل قوة وخلدت موقفها تجاه أولئك الذين غصبوا الخلافة من أهل البيت. وين هاي المظاهر نشوفها في سيرة الزهراء؟ الزهراء أخواني أولا موقفها كان واضح في مسألة عدم مبايعة أولئك الذين غصبوا الخلافة من أمير المؤمنين. يعني أول نقطة نشوفها بالزهراء أنها لم تبايع الأول حينما تولى الخلافة بعد رسول الله، ما بايعته. وطبعا عدم مبايعة الزهراء للأول هذا شيء يشكل إدانة كبيرة جدا وبالقلم العريض، أن الخلافة والحالة التي قامت بعد رسول الله غير شرعية. تقول لي شنو الدليل؟ أقول لك الدليل موقف الزهراء عليه السلام. لأن أنت بين أمرين، إما أن تقول أن إحنا مو عندنا روايات رواها مسلم، رواها البخاري، روتها كتبنا أيضا. شو يقول من مات وليس في عنقه بيعة شبيه مات ميتة جاهلية. النبي يقول كل من يموت وليس في عنقه بيعة يقول مات ميتة جاهلية. نجي نسأل الجماعة نقول لهم الزهراء هل بايعت فلان؟ يقول لك لا، لأن البخاري يصرح بأن فاطمة ماتت وهي واجدة في قلبها على فلان ولم تبايعه أبدا. فشو تقولون يعني فاطمة ماتت ميتة جاهلية؟ أحد يقدر يتجرأ ويتجاسر ويقول بأن الزهراء ماتت ميتة جاهلية؟ ما يقدرون. ليش؟ لأن نفس البخاري يروي عن رسول الله شو يقول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. بعد ياهل يقدر يقول فاطمة ماتت ميتة جاهلية. إذن فاطمة لم تمت ميتة جاهلية. زين، معنى ذلك أن الشرعية سلبت من ذاك الطرف الآخر، لأن فاطمة تقول بأنه لا شرعية له لكي أبايعه. المشكلة كبيرة جدا هنا. طبعا هاي القضية أثارت جدل كبير جدا في صفوف المخالفين، حاولوا يرجعوها. إيش قالوا؟ قالوا لا صحيح احنا نقول لا بد للإنسان المسلم أن يبايع، ولكن البيعة واجبة على الرجال مو على النساء. من قال لكم البيعة واجبة على النساء؟ وإنما البيعة واجبة على الرجال. ولذلك أنا أقول هواي أكو ضالين، لأن الجماعة ترى ما تركوا دليل إلا وأثاروا حوله الشبهات، والله يعين هالعالم هاي. ما خلوا دليل من الأدلة التي جاء بها رسول الله إلا وأثاروا، وذول بعضهم هم يصدق وعقله ضعيف، فقالوا صحيح النبي قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بس من يقول النسوان يجب عليهن أن يبايعن؟ لا، هاي فقط بالرجال. شنو الرد مالنا؟ الرد مالنا أولا الرواية مطلقة لم تقيد. الرواية تقول من مات، مو قال من مات من الرجال، من مات. وهذا من عند علماء الأصول شي يفيد الإطلاق. من مات ولم يبايع سواء كان رجلا أو امرأة مات ميتة جاهلية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليش القرآن الكريم ما يقول النساء يبايعان؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. القرآن الكريم قاعد يأكد، يقول بأن النساء جئن إلى رسول الله لمبايعته. فشلون تقول النسوان ما عليهن وجوب البيعة؟ بالتالي هذه قضية وإدانة واضحة وتبري من أعداء الله تعالى. القضية الثانية، الزهراء خلدت غضبتها. تقول لي وإذا خلدت غضبتها ايش راح يصير؟ هو تعال شوف الحاكم النيسابوري في المستدرك من كبار علماء السنة يروي هاي الرواية ويقول صحيحة، البيهقي يرويها، أحمد بن حنبل يرويها، كلهم يروون هاي الرواية. شنو الرواية؟ يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب يعني غضب فاطمة مو مثل غضب كل إنسان، لا، هناك اتحاد رضائي وغضبي بين الله تعالى وبين فاطمة. ففاطمة إذا غضبت على أحد هو مقياس الغضب الإلهي. ويجيك البخاري يقول ماتت فاطمة وهي واجدة على فلان، محترق قلبها. الوجد هو الغضب مع الحرقة. مرة أنت تغضب من ابنك بس قلبك ما محترق من عنده. يمتى أقول وجدت في قلبي؟ قلبك واجد، الغضب مع الحرقة. البخاري يقول ماتت وجدت في قلبها، ماتت وهي واجدة وهي مهاجرة، غضبت
غضبا واضحا وكل المسلمين يتفقون على ذلك. ماتت وهي غاضبة. افتروا عليها من درب ثاني. ايش قالوا؟ قالوا صحيح فاطمة الذي تغضب عليه فقد غضب الله عليه، بس مو كل غضب. ليش؟ يقول مو فد يوم من الأيام هي غضبت على علي بن أبي طالب، فإذا تقول غضب فاطمة يسلب الشرعية ويؤدي بفلان وفلان إلى السخط الإلهي، فاطمة في يوم من الأيام أيضا غضبت على علي. شو تقولون؟ يعني علي هم طلع صار على باطل لأن فاطمة غضبت عليه؟ نقول لهم وين فاطمة غضبت على علي؟ ما عندنا يعني ولا ما اكو دليل ينهض بحيث نقول بأن فاطمة في يوم من الأيام غضبت على علي. يعني أمير المؤمنين في آخر حياة الزهراء ايش قالت له؟ قالت له يا أبا الحسن هل عهدتني كاذبة أو خائنة مذ عاشرتني؟ ايش قالها أمير المؤمنين؟ أنت أبر من أن أوبخك بمخالفتي. يقولها أنت أعظم وأكبر من أن يصير مشكلة بيني وبينك. أبدا لا يوجد يوم غضبت فيه فاطمة من علي ولا يوم غضب علي من فاطمة، كلاهما معصومان بنص آية القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس مطهرين، والله هو الذي تكفل بتطهيرهم. وين الله فاطمة؟ قال هام وفي يوم من الأيام علي أراد أن يخطب بنت أبي جهل. هاي ينقلوها طبعا، هاي ما تجي إلى ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، ماكو كل 5-6 صفحات ذاكر هاي القصة، بأن علي أراد أن يتزوج في حياة فاطمة ابنة أبي جهل، وغضبت فاطمة وجاءت إلى المسجد تجر أذيالها وهي تقول لرسول الله يا رسول الله إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بابنة أبي جهل. يقول فقام النبي غاضبا وارتقى المنبر وقال لا والله لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله. يقولوا غضبت فاطمة. هذا الحديث يروونه طبعا الأسانيد مالته كلها من جماعة مروان وعكرمة وهالملة التعبانة هاي. هسه ما أريد أناقش القضية على مستوى السند، بس أنتم تعالوا أسألكم سؤال. النبي شو يقول بهاي الرواية اللي نقلوها؟ يقولون النبي لا يمكن أن تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله، وأنا لا أريد لابنتي أن تفتتن في دينها. يقول هاي من واحد يتزوج على مرته زوجته الأولى راح تقع في فتنة، وفتنة كبيرة جدا، لأنه غيرة المرأة تخلي مرات المرأة غيرة المرأة شنو؟ كفر، مرات تطلعها حتى من الدين، صح ولا لا؟ ايش قد صارت مشاكل من الرجال يتزوج مرة ثانية، هسه حتى إذا ما يطلع منها مشاكل بس قلبها يظل محترق وظل تكيد المكر والحيل والخداع، شلون تمزق العلاقة الزوجية الجديدة. هاي فتنة كبيرة جدا، ما يحس بهن إلا المرأة الأولى تحس بأنه مصيبة كبيرة، ابتلاء كبير، الله يساعدنا على المصيبة هاي، والله واحد يحكيها بصريح العبارة. فالنبي قال أنا ما أريد أخلي فاطمة تفتتن، لأن علي إذا تزوج عليها راح فتنة بلاء كبير لبنتي. هاي طبعا مولانا وين ما تروح يذيعوها، يقولون بأن علي أغضب فاطمة في يوم من الأيام. شلون؟ قال مراد يتزوج ابنة أبي جهل وفاطمة غضبت عليه. فشو تقولون على هاي القضية؟ قولوها على ذيك القضية. أولا احنا هذا الحديث ما نقبله. ليش ما نقبله؟ لأن فيه إساءة لرسول الله وفيه إساءة للزهراء عليه السلام. يعني أنا ذاك اليوم لقيت لي ملحد، الله يعلم ورسوله، لقيت لي ملحد كاتب في شبهة، وهو مو يمنا، يعني مو لا يم قضية سنة ولا يم قضية شيعة. قال أنا أتعجب على عقول المسلمين، نبيهم الذي جاء بشريعة تعدد الأزواج من وصلت القضية البنت بطل. هذا واحد من الملاحدة يذكر فد شبهة، يقول أنا أضحك على المسلمين لأنهم منين ماخذ السالفة؟ ماخذها من الجماعة، من البخاري وربع البخاري. يقول نبيهم جاء بشريعة تعدد الزوجات، لكن من القضية وصلت البنت قال لا بطل، قال لا ما أرضى. أنت مو أنت جاي بشريعة تعدد الزوجات، ليش القضية من توصل للبنت تبطل؟ بها إساءة علما لرسول الله. ما هو النبي كان عنده عدة أزواج، ليش القضية من توصل للبنت يقول لا ما أريد بنتي تفتتن؟ هاي بها إساءة لرسول الله. زين، يعني فاطمة الزهراء باعترافكم هي سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة. إذا سيدة نساء أهل الجنة ما تتحمل ضره
وتقول أخاف ديني يطلع من عندي ويروح من عندي، كاش تتحمل مولاي؟ وهي سيدة نساء العالمين، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وهي أعبد نساء زمانها باعترافكم، وهي من النساء الكمل باعترافكم، وما تتحمل ذرة. ايش طلعت ايش تتحمل؟ بس نسواننا يتحملن؟ إساءة للزهراء عليها السلام، وإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا رسول الله وحاشا فاطمة وحاشا أمير المؤمنين. بس الجماعة دائما قلت لك كل دليل يجيبون عليه شبهات، وللأسف هذول بعض الناس السذج البسطاء يصدقون بهذه الشبهات التي تلقى هنا وهناك. وإلا أبدا أمير المؤمنين لم يغضب فاطمة، وما غضبت فاطمة عليه ذات يوم، ولا رسول الله غضب على علي. لكن هاي شبهات يجيبها ابن تيمية عن عكرمة عن فلان عن علان في سبيل يضيعون أصل الفكرة. وإلا أمير المؤمنين يقول للزهراء أنت أبر من أن أوبخك بمخالفتي. أبدا يا فاطمة، هو معصوم وهي معصومة بنص القرآن الكريم. فاطمة خلدت غضبتها. يعني صور ابن قتيبة وهو من علماء الجمهور في كتابه الإمامة والسياسة، شوف شلون خلدت غضبتها الزهراء. يقول دخل عليها، طبعا جاء إلى أمير المؤمنين من بعد ما استقر لهم الأمر واستتب لهم الوضع، وضع الخلافة، فأرادوا يقومون بخطوة دبلوماسية حتى يخففون الكلام اللي كان يدور هنا وهناك. فاجوا إلى أمير المؤمنين قالوا له بلك أن تسمح لنا أن ندخل على فاطمة حتى نطلب رضايتها، نريد نرضيها فاطمة. هم بعد استقر لهم الوضع والأمور استتبت لهم. فإجا أمير المؤمنين إلى الزهراء عليه السلام وقال لها بأن فلانا وفلانا، طبعا هاي رواية قلت لك مو من طرقنا، يرويها ابن قتيبة وهو من كبار المؤرخين من علماء الجمهور. قال لها هذول جايين يدنون تبريهم الذمة، شو تقولين؟ يجون؟ قالت له يا أمير المؤمنين الحرة زوجتك والبيت بيتك، أنا ما عندي قرار أمامك يا أمير المؤمنين، تريد تدخلهم دخلهم. فدخل، يقول وضعت ستار بينها وبينهم، دخل عليها. شوف لاحظ شو يقول ابن قتيبة في الرواية، يقول سلم عليها فلم ترد عليهم السلام. طبعا هاي واحد يقراها يجوز يعبر شنو صار. سلم عليها فلم إخواني احنا عندنا رد السلام في الفقه الإسلامي واجب، ومو واجب عادي، واجب فوري. يعني إذا واحد سلم عليك وقلت ورا 5 دقائق راح أرد عليه وأقول هذا أنت ارتكبت حرام، ارتكبت إثم. السلام عليك تقول له عليك السلام، أنت وبالصلاة، أنت وبالصلاة ومتوجه للقبلة وحدك بالمسجد ما حد وياك، ودخل عليك واحد وقال السلام عليك، وأنت قاعد تقرأ سورة الفاتحة بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم، وسمعت قال لك السلام عليك، شو تسوي؟ ترد عليه وتقول له السلام عليك أيضا. هل قد قضية السلام في التشريع الإسلامي ورد السلام مهمة جدا. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإنسان المؤمن المسلم. أي مسلم حتى لو كان شريب للخمر يسلم عليك يجب عليك أن ترد عليه السلام. يقول ابن قتيبة سلم عليها فلم ترد عليهما. شلون المشكلة؟ المشكلة بفاطمة، المشكلة بفلان. يقدر واحد يقول المشكلة بفاطمة؟ ما تقدر تقول المشكلة بفاطمة. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، وجيب هالأدلة وحاول أن تتملص. طبعا هذا الدليل الآخر ما قدروا يتملصون من عنده لأنه واضح جدا. بعد الزهراء خلدت غضبتها وين؟ لما التفتت إلى أمير المؤمنين في آخر حياتها وقالت له يا أمير المؤمنين هل عهدتني كاذبة أو خائنة مذ عاشرتني؟ لا يا فاطمة، أنت أبر من أن أوبخك بمخالفتي. يا أمير المؤمنين أنا عندي مجموعة وصايا. شنو وصاياك يا فاطمة؟ قالت لا أريد أو تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي. ما أريد واحد من ذولا يحضر في الجنازة مالتي. ليش يا فاطمة؟ ما هو حضور جنازة المؤمن الميت من أهم الأعمال التي يحبها الله تعالى. احنا عندنا اللي يشترك في جنازة المؤمن أول حبوة يعطيها الله تعالى للمؤمن الميت أن يغفر للمشيعين الذين شيعوه.
تمشي بجنازة مؤمن ميت، يقول أول هدية الله تعالى يعطيها لهذا الميت، يقول له شكو واحد مشى بجنازتك راح أغفر ذنوبهم. تجد زهراء، هي زهراء مؤمن عادي؟ لا، الزهراء مولانا بضعة رسول الله وروح رسول الله. يخلي يا سيدتي يا مولاتي خلي الناس تمشي بجنازتك. قالت له لا تدع أحدا من هؤلاء أن يحضروا جنازتي، ما أريدهم يحضروا. ليش؟ أرادت أن تخلد غضبتها. وعفي موضع قبري، حتى ما أريدهم يحضرون عند قبري. خاف باكر عقبة بعد 100 سنة بعد 1000 سنة يطلع واحد ويقول بأنه ما كان هناك مشكلة بين فاطمة وبين فلان وفلان. هذا الحكي صار، قالوا لا ماكو مشكلة أبدا، كل مشكلة ماكو. أساسا هم يقولون ماكو مشكلة بين علي ومعاوية، الآن يقولون ماكو حتى مشكلة بين علي يحب معاوية ومعاوية يحب علي. شو هاي الروس اللي كانت تتقطع بيناتهم، ماكو مشكلة بين علي وبين أم المؤمنين عائشة. وهاي الآلاف المسلمين اللي قتلوا معركة الجمل، هاي قلت لك شبهات يضحكون بها على الوسطاء. يعني من قاعد أقول لك يقولون هذا الكلام، فعلا يقولون أنا كلماتهم قاريها الله يعلم. يقول كل مشكلة كل بغض لم يكن بين علي وبين معاوية، ولا بين علي وبين صاحبة الجمل، ولا بين علي ولا بين أبد، ماكو مشكلة. يا مو ظلت قاتلوا الذابحة، يقول لا هاي هيك بالريش. عجيب. بالتالي الزهراء كانت ملتفتة إلى هذه القضية، قالت أريد منك أن تعفي موضع قبري. ليش يا فاطمة؟ ما هو أنت البنت الوحيدة التي خلفها رسول الله من بعده. ليش تدين زيارة القبور مستحبة عند كل المسلمين، لماذا تريدين لعلي أن يعفي موضع قبرك؟ تروح للمدينة مولانا وتروح إلى البقيع، هذا قبر العباس، هذا قبر حمزة، هذا قبر رسول الله، هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، وتسأل وتنشد وتقول لهم أين قبر فاطمة؟ يقولوا لك ما ندري، لا نعلم. لماذا لا تعلمون؟ يجيك الجواب لأن فاطمة هي التي طلبت أن تعفي أو يعفى موضع قبرها. ليش؟ تخليدا لغضبتها، تخليدا لمبدأ التولي والتبري. ولذلك هذه الأمة ما أخذت حظها من احترام فاطمة واتباع فاطمة. وفاطمة عظيمة إخواني، عظيمة عظيمة عظيمة. فاطمة عظيمة في قلوب المؤمنين، عظيمة في قلوب أهل البيت. والله تحتار حينما تجد أن الأئمة كيف كانوا يذكرون فاطمة، كيف رسول الله مولانا أعظم الخلق، يقولون كانت إذا دخلت فاطمة على رسول الله مو قام لها. أخواني أنت مرة يجيك واحد وتريد تحترمه وتقوم له، مرة تقوم إليه. تقوم إليه يعني توقف وتمشي خطوات. الرواية تقول إذا دخلت فاطمة على رسول الله قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. هكذا كان يتعامل رسول الله مع الزهراء. أي مقام أي مكان بلغته هذه النسمة الإلهية والروح الملكوتية. الزهراء عليها السلام يوم القيامة سوف تعقد مجلسا، تقول الناس ما احترموني، الناس ما عرفوا قيمتي. أعظم نعمة أهداها الله تعالى لهذه الأمة هي فاطمة، والنعمة إذا لم تشكر تسلب. كل نعمة الله يعطيك إياها إذا ما شكرتها الله يسلبها من ذاك البعيد. ولذلك أمير المؤمنين لما دفن فاطمة شو يقول؟ فاطمة كان يفترض أن تعيش 40 50 60 سنة، حالها حال نساء بني هاشم 18 سنة. يقول والمختار لها الله سرعة اللحاق بك يا رسول الله. يقول الله سحبها، قال ما يستاهل، وأنا أخلي هذه الفاكهة الجنة، فاكهة شجرة الطوبة، ثمر الشجرة الطوبة أنا نزلتها حتى تأخذوا حظكم من اتباعها. ما احترمتها، ما قدرتها، ما تستحقون أن أخلي فاطمة بين ظهرانيكم. بمجرد أن هجموا على دارها يقول الله هو الذي اختار لها سرعة اللحاق بك يا رسول الله. ولذلك فاطمة يقول لما يأتي النداء يوم القيامة أيها الناس غضوا أبصاركم فإن فاطمة تذهب تمشي إلى الجنة، يقول فاطمة تصل إلى باب الجنة.
تصل إلى باب الجنة وتتوقف، يأتيها النداء: يا ابنة حبيبي لقد أمرت بك إلى الجنة فلماذا توقفت؟ تقول: أي رب، أريد أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. ليش يا فاطمة؟ لأن الناس ما عرفوا قدرها، ما عرفوا أهمية الزهراء. أي رب، أريد أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيأتيها النداء: حبيبتي وابنة حبيبي، ارجعي إلى المحشر، فمن وجدت في قلبه حبا لك أو لأحد ذريتك فخذي بيده إلى الجنة. يقول الإمام الباقر: فوالله إنها ترجع إلى المحشر فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فاطمة لا يمكن أن تدخل الجنة وتنسى شيعتها وتنسى محبيها وتنسى الموالين لها أبدا، لا والله. هكذا كانت فاطمة. السكوني هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. فاليوم اجى للإمام الصادق وكان شوية متأذي. الإمام قال له: شبيك خيرك؟ قال له: يا ابن رسول الله، لقد ولدت زوجتي بنتا، جابت بنية وأنت تريد ولد ومتأذي. قال له: إنها تعيش في غير أجلك، ما راح تأخذ من عمرك شيء، زين، وتأكل في غير رزقك. بعد علم المتأذي. الإمام التفت له قال له: ماذا سميتها؟ سميتها يا سكوني؟ قال له: سميتها فاطمة. وضع الإمام الصادق كله تغير من سمع اسم فاطمة. قال له: سميتها فاطمة؟ قال له: نعم يا ابن رسول الله. قال له: أما وقد سميتها فاطمة فلا تضربها، أما وقد سميتها فاطمة فلا تشتمها. دير بالك إخواني، الفتاة التي تحمل اسم فاطمة تمتلك حصانة من أن تضرب أو أن تشتم. إذن مسمى فاطمة ماذا بلغ في السماء وفي عالم. هكذا، ولذلك أيامها الأخيرة نعم قضتها في ألم وفي حرقة وفي دمعة. اللي عبر عنها الإمام الصادق يقول: لقد أصبحت كالخيال، منهدة الركن، معصبة الرأس، باكية العين. وين تروح؟ تلجأ إلى قبر رسول الله، تأخذ قبضات من ذلك التراب تشمه وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب. شلون مصائب؟ تقول مصائب سود. صبت علي مصائب لو صبت على الأيام صرنا لياليا. سيدي يا أمير المؤمنين، هذا واحد الشاعر يتساءل يقول له: يا أمير المؤمنين، كيف سكن قلبك يا أمير المؤمنين حينما نعم أهلت التراب على جثمان الزهراء؟ بتراب الليالي شلون تدفنها شمس عمرك؟ شلون تحملت يا أمير المؤمنين؟ والله بتراب الليالي شلون تدفنها شمس عمرك، وانت الضلع من شفته ما عانك بعد صبرك. تمنيت اظن يا علي تدفن فاطمة بصدرك، وبيت الحزن آخر الليل، بيت الحزن آخر الليل تطلع آلامك، بيها للبقيع تروح انت ودمعة ايتامك. شلون على التراب تنام هذه زهرة ايامك؟ بويا شلون اطهر جسد بتراب يا بويا تواري. لسان حال الحوراء. بويا شلون اطهر جسد بتراب يا بويا تواري، مو تدري الضلع مكسور وثقيل التراب عليه، مو تدري الصدر مجروح وتراب اللحد يا ذي. راحت فاطمة بيا روح
والله راحت فاطمة بيا روح، توقف عمرك تودعه، فدكها ضاع من عدها وقبرها بيدك تضيعه. ما واحد يمر عليه، والله ما واحد يمر عليه ويعلق على القبر شمعة، تنتظر يجي غايب يوم اللي يظهر يرفعه. نعم العلماء يقولون إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم سوف يكشف عن قبر الزهراء ويقول هذا قبر فاطمة المظلومة جهرا والمخفية قبرا. قلب الإمام يتحرق لأجل جدته الزهراء. سيد باقر الهندي يقول رأيت ليلة الغدير الإمام في عالم الرؤيا. ليلة الغدير ليلة فرح، يقول لك شفت الإمام وهو يبكي ودموعه تتحادر على خديه. قلت له سيدي على ما هذا البكاء وهاي ليلة عيد وليلة فرح؟ قال له يا سيد لقد تذكرت ما جرى على جدة الزهراء، لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. والله يا ريت عليك الليالي المحجوب، يا ريت ومن الدمع دمع عيناك، يا ريت حاضر يوم الباب، يا ريت وتشوف الصار بأحوال الزكية، يا تشوف الصار بأحوالي يا الزكية. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها. يا الله، اللهم نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين. يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك بظهور إمامنا وولي أمرنا الإمام الحجة. اجعلنا من أنصاره والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه. يا الله، اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين وارفع رايتهم عالية، واجعل كيد الظالمين وبأس الظالمين فيما بينهم. يا الله انصر شيعة أمير المؤمنين في مشرق الأرض ومغرب الأرض. يا الله إلهي، إخواني الدعاء أهم من المحاضرة. اللهم لا تبتلنا ببلاء يذلنا أو يريق ماء وجوهنا أو يجعلنا عالة على الآخرين أو يشمت بنا أحدا من الناس. يا الله لا تحرمنا من إقامة هذه المجالس والمنتديات. يا الله إحياء لذكر فاطمة وأبناء فاطمة. يا الله الأخوة المؤمنون لا سيما من حضر هذا المجلس تقبل عملهم، اقضي لهم حوائجهم، أصلح لهم جميع أمورهم، شافي مرضاهم، ارحم موتاهم. المؤسسون والقائمون وخدمة هذا المجلس تقبل عملهم بقبولك الحسن. إلى أرواح أمواتهم، أموات الجالسين المستمعين، من مات على الولاية والإيمان، أرواح العلماء الشهداء، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.